سندوتشات الهمبرجر. أكلة سريعة جدا جدا، بس النهاردة هعملها في العيش بتاعي أنا اللي خبزاه في البيت. إن شاء الله لسه هنزل الفيديو الجاي بإذن الله إزاي تعملي الكايزر في البيت. بس النهاردة هنعمل بسرعة الأكلة الخفيفة دي، مستعجلين. حاجة كده سريعة. هنجيب الهمبرجر سواء جاهز أو تكوني عاملاه وحطاه في الفريزر. هتطلعيه، هتجيبي الشواية بتاعتك وتحطي نقطة زيت او زبده براحتك، وهتحطيه وهتقلبيها على الناحيتين لغايه اما يتحمر. وهنبدا بقى نجهز الصوص بتاع الجبنه بتاعنا اللي هنحطه في الساندوتش. هنجيب حته زبده وهنسيحها. هنعملها زي ما نكون بنعمل البشاميل بتاعنا بس على مقادير اصغر. معلقه دقيق، هنقلبها في الزبده لغايه اما تصفر شويه. ونكون مجهزين عندنا اللبن. هنحط اللبن ونديها برضه تقليبة. طبعا يعني دايما تيجي كده في وسط الاسبوع تبقي مستعجله، وراكي حاجه تعمليها، خارجه سواء خارجه رايحه رحله، سواء الولاد هياخدوها المدرسه معاهم، بتبقى اكله سريعه كده ساندوتش الهمبرجر ده وبيبقى لذيذ قوي. طبعا هنحط كركم، هنحط ذره كركم، ولو احتاجت لبن هنزود برضو اللبن. هنكون مجهزين عندنا الجبن بتاعتنا، سواء عندك جبنة تركي، مبشورة، موتزاريلا، اي نوع من انواع الجبن عندك هتحطيه. وهياخد ايه، هتسيح وهتبقى شوفي المطة والطعامة، حتى المطة كده جميلة جميلة جميلة، وطعمها في منتهى الجمال. ادي عندنا الهمبرجر خلاص اخد الوشين اتحمر. هنطلعه وهنبدأ نعمل الساندوتش. العيش ده انا اللي عاملاه في البيت. هنزل ان شاء الله الفيديو الجاي، هنزل الفيديو بتاعه ازاي تعملي الكايزر في البيت. حاجه كده في منتهى الجمال، بس طلع كبير شويه، ممكن نقلله شويه قد على قد الهمبرجرايه. انا هنا احتجت كتير قوي في بعض السندوتشات ان انا احط 1.5 من الهمبرجر، لاني انا عملت الساندوتش فعلا كان كبير. بس في منتهى الجمال الكايزر في البيت، بيتخبز في البيت تحفة تحفة. ان شاء الله هيعجبكم جدا الفيديو بتاعه بإذن الله. انا هنا حطيت حتى همبرجرايه ونص، لان الكايزر كان كبير. هتحطي بقى الخس عندك، الكابوتشي، هتحطي عندك الصوص بتاع الجبنه، انواع من الفلفل بقى، فلفل اصفر، فلفل اخضر، بصل شرايح، طماطمايه. بتحطي تحسي كده ان الساندوتش ده عباره عن قيمه غذائيه اصلا، قيمه غذائيه في حاجه كده في منتهى الجمال. وبعد كده سواء بقى تديله تقليبة كده في الشواية بتاعتك مطرح الهمبرجر، او هتدخليه الميكروويف. لو دخلتيه الميكروويف هي يا دوبك دقيقة واحدة هيطلع تحفة، هيطلع دايب وتحفة. وممكن ما تدخليهوش خالص ولا تحطيه على شواية لو انت حابة. طالع لذيذ خالص خالص في منتهى الجمال. حاجة كده سريعة، ويا رب تعجبكم. إلى اللقاء.